مات والدكتور طلع له تسريح الدفن وراحوا دفنوه في المقابر. وبالليل غفير المقابر يسمع صوت جاي من القبر بتاعه، حد بيقول جوه الحقوني وخرجوني من هنا. فبيتصل على الشرطة والإسعاف اللي بتيجي وبتتفاجئ بالمنظر اللي بيشوفوه، وبيسمعوا قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمع عنها. وتبدأ الحكاية في حارة من حواري بولاق، واللي كان بيعيش فيها عم رسمي هو ومراته فتحية. عم رسمي كان عنده 58 سنة، وكان عنده محل صغير بيشتغل فيه حلاق، ودي كانت شغلانته من زمان. وكان عايش هو ومراته لوحدهم لأن ربنا مرزقهمش بأولاد، بس كانوا راضيين بقضاء ربنا وقدره، كانوا عايشين في هدوء وبيتسندوا على بعض. والروتين اليومي لعم رسمي هو كان بيصحى من النوم وينزل على المحل بتاعه علشان يحلق للزباين، ويجي على الساعة 6 أو 7 بالليل يطلع على البيت ياكل لقمة، وبعد كده يقعد شوية مع مراته وينام على طول. والحياة كانت ماشية لحد ما في يوم حد من الجيران بيروح لعم رسمي ويبلغه إن مراته تعبانة جدا، وعم رسمي بيسيب المحل وبيجري عليها وبياخدها على المستشفى على طول علشان هناك يبلغوه إن مراته ماتت. وطبعا كانت صدمة كبيرة قوي على عم رسمي، فدخل في حالة اكتئاب شديدة لأن رفيقته ونسته الوحيدة في الحياة ماتت، وما كانش ليه لا ولد ولا بنت ولا تقريبا حد من قرايبه يزوره أو يوده. وتبدأ الجيران تواسيه وتقويه شوية وتقوله إن ده قضاء ربنا وقدره ولازم يكمل الحياة، والحياة ما بتقفش على حد. عشان بعد كده عم رسمي فعلا يبدأ ينزل المحل بتاعه ويقعد من أول النهار لغاية بالليل، لأن طبعا ما فيش حد هيستناه في البيت زي كل يوم. بعد ما ماتت رفيقة حياته، حتى يوم الأجازة اللي كان بيقفل فيها المحل بدأ يفتح المحل في يوم الأجازة ويقعد فيه من أول النهار لغاية آخر الليل علشان يتونس بين الناس بدل ما يقعد لوحده فوق في شقته. لحد ما في يوم بيجيله واحد صاحبه اسمه الشيخ إبراهيم بيزوره في المحل، وبيقعدوا مع بعض وبيبدأ يحكي عم رسمي عن حياته وقد إيه إنه حاسس بالوحدة بعد موت مراته. وطبعا ساعتها الشيخ إبراهيم بيهون عليه وبيقوله انت لازم تتجوز، مينفعش تقعد وحيد وانه لسه صغير. وساعتها الشيخ إبراهيم بيعرض عليه بنت أخته سعاد وبيقوله انها مطلقة علشان ما بتخلفش، والبنت دي عندها 33 سنة، وطبعا عايزة تعيش في ظل راجل وعايزة تتستر بس، ودي فرصة بالنسبة له وما ينفعش يضيعها. في البداية عم رسمي رفض وقال له ما ينفعش، أنا خلاص ناقص لي 2 وأدخل ال60، وكمان في فرق سن ما بينهم، علشان الشيخ إبراهيم يبدأ يقنعه ويقول له هي كمان معيوبة، ما أنا بقولك إنها ما بتخلفش وده عيب كبير وما ينفعش أي راجل يرضى بيه، يعني انتوا الاتنين مناسبين جدا لبعض. وفعلا بيقتنع عم رسمي، وفي خلال شهر ولا شهرين بيتم الجواز بسرعة، وبتيجي سعاد علشان تعيش معاه في الشقة بتاعته. ومن يوم ما اتجوز عم رسمي وحياته اتشقلبت، وحب سعاد حب جنوني لأنها غيرت حياته وجددت شبابه، وحتى كان بينزل الشغل ويفتح المحل بتاعه بكل نفس راضية، وكان مقبل جدا على الحياة. ويرجع تاني عم رسمي للحياة الروتينية، ينزل الصبح ويفتح المحل بتاعه ويحلق للزباين ويطلع على الساعة 7 ياكل لقمة ويقعد شوية وينام. أما الحياة الزوجية اللي بينه وبين سعاد فكان طبعا مقصر فيها شوية لأنه كان راجل كبير ودخل على سن ال60، بس سعاد كانت دايما بتطمنه وتقوله إن دي آخر حاجة بتفكر فيها، وأهم حاجة إنها بتحبه وهو بيحبها وهي راضية بعيشته. ويعدي 5 شهور على الجوازة والحياة ماشية هادية ومفيش أي مشاكل ما بينه وما بين مراته، لحد ما في يوم العم رسمي يكون قاعد في محله وفجأة يتعب ويحس بنغزة في قلبه، فيقرر يقفل المحل بدري ويطلع شوية علشان يرتاح في شقته. ويفتح باب الشقة، وأول ما يدخل الصالة يسمع صوت ضحك غريب جاي من أوضة النوم، كأن في شخص غريب مع مراته جوه. وأول ما يدخل يشوف مراته بتخونه مع راجل غريب، فطبعا عم رسمي ما بيستحملش اللي شافه وبيقع من طوله في ساعتها وهو ماسك قلبه. وساعات تجري عليه هي وعشيقها علشان يطمنوا عليه، وهنا يتفاجئوا ان هو مات لما بيلاقوه قاطع النفس. وبعد كده عشيقها بيسألها يعملوا ايه في الورطة دي، بتقوله ايدك معايا علشان ننقله على السرير ونغير له هدومه، وفعلا ده اللي بيحصل. وبعدها بتقوله انزل انت وانا هتصرف، وساعتها بيقولها بقي طمنيني عملتي ايه في المصيبة دي. وبعد ما بينزل العشاء بتبدأ سعاد تصوت وتصرخ وتلم الناس وتقول لهم الحقوني، أنا بصحي الحاج ما بيصحاش في إيدي، حد يجي يطلب لنا الدكتور ويشوف إيه اللي حصل.
ويتلم الجيران فعلا ويحاولوا يفوقوا عم رسمي على أساس إنه مغمى عليه، وطبعا ما بيفوقش في إيديهم، فبيتصلوا على الدكتور وبيجيبوه، وبعد ما بيكشف عليه بيقول لهم البقاء لله. واضح جدا إن الوفاة طبيعية وتوفى بسبب سكتة قلبية. وجيرانه أول ما بيسمعوا الخبر بيحزنوا جدا عليه لأنه كان محبوب جدا في وسطهم، بس بدأوا يجروا ويخلصوا إجراءات الدفن ويطلعوا التسريح، وبعد كده غسلوه وأخدوه علشان يدفنوه في المقابر في مسواه الأخير. وقعدوا شوية على قبره يدعوا له إن ربنا يسامحه وينور له قبره، وبعدها كل واحد روح على بيته، من ضمنهم مراته سعاد اللي اطمنت خلاص إن سرها اتدفن مع جوزها رسمي، وإن محدش هيعرف بالفضيحة اللي هي عملتها ولا خيانتها ليه، وبكرة تورثه وتتجوز كمان عشيقها وتعيش الحياة اللي هي عايزاها. بس تاني يوم بتلاقي باب الشقة بيخبط عليها، ولما بتفتح بتلاقي الشرطة بتقبض عليها، وأول ما بتروح القسم بيفاجئوها باللي حصل واللي ما كانتش عمرها تتوقع إنه يحصل في يوم من الأيام، إن رسمي جوزها لسه عايش وموجود على قيد الحياة. وطبعا أول ما سمعت كده قعدت مكانها وهي متسمرة ومش مصدقة نفسها. تبدأ الشرطة تحكي لها وتقول لها إنه فعلا مات، بس بعدها بالليل بدأ يطلع صوت من القبر بتاعه، وغفير المقابر فضل يسمع الصوت ده وهو مستغرب، لحد ما ركز شوية ولقى واحد بيستغيث وبيقوله طلعني من هنا. فاتصل على الشرطة والإسعاف اللي أمرت بفتح القبر، وبعد كده اتفاجئوا بيه وهو عايش لسه ما بين الحياة والموت، فأخدوه نقلوه بالإسعاف للمستشفى، وهناك بدأ يسترد صحته، والدكاترة هناك أكدوا إنه فعلا كان قلبه واقف، بس الغريبة إن قلبه رجع يشتغل تاني وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وفي حد ذاتها اللي حصل ده معجزة. بيبدأوا يسعفوه ويسترد صحته ويبدأ يقعد علشان يفتكر اللي حصل معاه، وساعتها بيحكي للشرطة عن سماح وعشيقها اللي شافهم بعينه وهم بيخونوه في أوضة نومه. ولما شاف منظر الخيانة قدامه قلبه وجعه ووقع من طوله، وما فاقش إلا في القبر علشان يلاقي نفسه متكفن ومدفون وهو لسه على قيد الحياة. وأكيد ربنا مد في عمره وحصلت المعجزة دي علشان ربنا يكشف سترها هي وعشقها. والشرطة بعد كده بتواجه سعاد بجوزها رسمي علشان أول ما بتشوفه بتنهار وبتعيط وبتعترف بكل حاجة، وبتقولهم فعلا إنها كانت بتخونه من أول يوم جواز، والمفاجأة هنا إنها كانت بتخونه مع طليقها لأنها كانت لسه بتحبه وما قدرتش تنساه، علشان جوزها رسمي الحلاق يعمل لها قضية زنا ويتم القبض على عشيقها اللي هو طليقها، ويعترف هو كمان إنه فعلا كان على علاقة محرمة مع سعاد من أول يوم جوازها من رسمي الحلاق. وبعد سماع اعترافاتهم هما الاتنين بيتم تحويلهم للمحكمة المختصة علشان يكون الحكم على سعاد وعشيقها هو السجن المشدد 10 سنين. والقضية دي اتنشرت بكل تفاصيلها وأحداثها في جريدة البيان في شهر يونيو سنة 1956.